هو ليه الاهلي بعد انسحابه اتخصم منه 3 نقط بس؟ وليه بيراميدز لما هدد انه مش هيلعب ماتش سيراميكا ولمح انه هينسحب عرفنا ان هم هيخصموا منه 6 بونت؟ هو ليه الاهلي اتخصم منه 3 نقط بس؟ عشان اللائحه اتغيرت. طب دلوقتي بيراميدز لو انسحب هنطبق عليه اللائحه، هتخصموا 3 نقط بس يعني؟ لا طبعا هنخصم منه 6. مش اللائحه اتغيرت؟ اتغيرت. طب ليه الاهلي اتخصم منه 3 بس؟ عشان اللائحه اتغيرت. قمه العبث، اقسم بالله قمه الازدواجيه في المعايير. بعد ازمه كبيره يا زميلي الكروي كان السبب فيها اغبى قرار اتاخد في تاريخ النادي الاهلي الحديث، بعد ما عمل نادي بيراميدز شكوى مستعجله للمحكمه الرياضيه الدوليه اللي ردت عليه بسرعه جدا وخاطبت اتحاد الكره المصري، طالبوا فيه برده على تظلم نادي بيراميدز، معرفه اسباب لجنه التظلمات، كمان عايزين رد رابطه الانديه والاهلي والزمالك اللي هم طرفين الازمه اصلا. طبعا دلوقتي بيجهزوا ردهم على المحكمه الرياضيه الدوليه واللي هيكون كالاتي يا زميلي الكروي. الاهلي ما انسحبش، الاهلي اعتذر. عايز تقول ريتشاوي قول، عايز تقول اهلاوي كيوت برضه قول، الكلام مش بفلوس وده رايك وانت حر فيه، بس انا طول ما انا شايف الغلط بعيني مش هسكت عليه، مش هطبل له، مش هبخر له، هقول للي اعور انت اعور في عينك. سلام يا زميلي الكرم.